انت عارف ازاي تشطب شقه 100 متر في 2026 ب 320 الف جنيه؟ اول حاجه خلينا متفقين ان التشطيب الاقتصادي زيه زي الفي اي بي في التاسيس، بمعنى ان احنا بنجيب السلك من نوعيات معتمده، وكذلك بنجيب المواسير والصرف من نوعيات كويسه. اول حاجه هتخصص 45 الف جنيه للكهرباء، وده هيجيب لك سلك السويدي، وهيجيب لك خراطيم مصطفى محمود وعلب ماجيك من نوعيه محترمه شامل مصنعيات الفن. تاني حاجه السباكه هنخصص لها 32 الف جنيه، هنشتغل التغذيه بي ار والصرف كاسل شامل مصنعيات الفني، وده هيأسس لك مطبخ وحمام. بس طبعا مش هنقدر نعمل الجبسون بورد، فهنضطر ان احنا نعمل مصيص للشقه كلها، وده هيكلفنا 8000 جنيه. رابع حاجه هنخصص للسيراميك 60000 جنيه، وده هيجيب لك سيراميك 60 في 60 قطع ليزر نوعيه محترمه، وهيديك شكل محترم جدا في الشقه. خامس حاجه الابواب هنخصص لها 42000 جنيه، وده شامل الباب المصفح بتاع الشقه، وكده باب الغرفه هيقف علينا بحوالي 6000 جنيه بتركيبه. اما الشبابيك هنخصص لها 32000 جنيه، وهنشتغل الوميتال بي اس صغير، وهيبقى عندنا حوالي 10 متر مربع في الشقه. هنيجي بقى لبنود التشطيب. اول حاجه تشطيب الكهرباء، وده هنخصص له 15000 جنيه شامل المصنعيات. هنجيب الشاسيه والوش والبريزه من نوعيه فينوس. تاني بند وهو بند تشطيب السباكة، هنجيب القعدة والحوض، وهنجيب حوض للمطبخ، وهندفع 24000 جنيه بس. وآخر حاجة هي تشطيب النقاشة، وهنخصص لها 50000 جنيه شامل تأسيس وتشطيب، والوش الأخير من جوب. لو جمعنا المصاريف دي كلها هنلاقيها 314000 جنيه، وهيفضل معانا حوالي 6000 جنيه هنخليهم احتياطي لأي بند طارئ معانا. لو مش متابعني تابعني، علشان كل يوم هنزل لك معلومة جديدة في التشطيب.